السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة 13 رمضان. الأيام بتجري بسرعة. رمضان ده حاسة ان هو بيجري عن اي رمضان. يا ترى انتوا معايا ولا لا؟ كلكم حاسين نفس الاحساس ولا لا؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل الفطار بتاعنا وهنعمل العصير مع بعض. العصير هنعمل صوبيا. في ناس منكم ما تعرفهاش، اللي ما يعرفهاش يجربها هتعجبه. وهنعمل فول اخضر. الفول اخضر في ناس بتعمله بكذا طريقة، تعالى نعمله بالطريقة دي. نخرط بصلة كبيرة ونحط نصها في شوية زيت ونحمرها ونغمقها. اللي عايز يغمقها، اللي بيحب لون الفول صيادية يغمقها. دي نص البصلة. وبعد ما نغمقها هتعمليها باللون اللي انت عايزاه، سواء فاتح او غامق. بس انا عن نفسي ما بحبهاش غامق قوي، بس اولادي اللي بيحبوها غامق. عملتها لهم صيادية عشان يبقى لونها غامق. البصلة لونها بني غامق او اصفر غامق. لو تعملها فاتح يبقى احسن باللون ده كده. وحطيت الفول بعد ما غمقت البصلة، حمرتها غامق زي ما انتوا عارفين. وبعدين حطيت شبت وبقدونس. ولما الفول استوى 70% حطيت الرز وحطيت شبت وبقدونس والملح والبهارات، وتقلبيهم كده بالشكل ده. ولما الماء تنشف تحطيها على نار هادية خالص. ولما يستوي اقدح عليه شوية زيت. ودلوقتي هنعمل الصوبيا. الصوبيا بنحط لها جوز هند، طعم جوز الهند ولبن بودر وكريم شانتيه. طعم جوز الهند ده بتحطيه بكمية قليلة جدا، نص معلقة صغيرة. وبقية الفناجين دي مليانة كريم شانتيه ولبن بودر. ودي كوباية مية سقعانة قوي لدرجة ان هي فيها جزء متجمد، وضربتهم في الخلاط. وما تنسيش السكر على حسب ما انت عاوزة. كريم شانتيه خلاها تقلت وبقت حلوة. وده فطرنا النهاردة. وفي حد كمان طلب مكرونة سباكيتي. هنا بتحب المكرونة سباكيتي وعايزاها كل يوم. عملت لها مكرونة سباكيتي والسلطة والمخلل اللي انا عاملاه وبيض. ومع الصوبيا بقى كان الاكل جميل. جربي الصوبيا بالطريقة دي هتعجبك. اللي ما يعرفهاش يجربها. قد كمية اللبن مية. ما تنسيش اللايك والاشتراك. سلام.